رح يضل في حطوا اللي شيء بدكم اسمه. اياه، بس حطوا اللي بدكم اياه، بس بتحطوا براسكم شغله انه انا كردي ما بدي اتعلم عربي، وفي 8 مليون كردي تعربوا راح افيق لكم اياهم مشان يصير اللغه على كذا الاكثريه. ما كيف الاكثريه راح افيق لكم اياهم هذا اني ارجعهم كرد. لا اكيد اللغه مو مشان نشوف بعد الاكثريه، مشان نشوف بعد الاكثريه مين اللغه ومين اللي بيقرر ومين اللي بياخذ الدوله، الاكثريه ولا الاقليه. طيب انتقل. اكراد ركن الدين بتعرفوا ولا ما بتعرفوا؟ بعرفهم. اكراد جبل الرز، بعرفهم كلهم. اكراد الشاغور والصالحيه، بعرفهم. راح نفيقوا. هذول كرد الجماعه ما هم عرب. ثلث حماه كرد بتعرفوا، بحلب، خالد حي الجورة كمان ابو باللاذقيه، خالد نسيتهم. باللاذقيه، بحلب، بالشام، بحمص، بدرعا. هذول النايمين راح يفيقوا. لا نشوف بعد الاكثريه الدوله لمين. اوكي بدك. اكثريتهم بعدها بشوفها مين. مو انت، مو لك الحكي سيبه، بعدها بشوف اكثريتهم لمين. بس لساتنا عم نسأل عن لغة رسمية لسوريا. بس افيق لك هذول 8 مليون ارجعهم كرد، بعدها بنشوف على شو بدنا نحط. هون هيك بتجبر يمكن يصير اكثريه عاد. هيك لنشوف عاد بتجبر اذا ال اثبت اللغه 15 مليون الاكثريه. عربي يمتثلوا للغة أخرى. لا وقتها بنقاسم على الاكثريه. في لغة رسمية ما هو اللغه الاكثريه، لغة ما هو الأم. الرسميه، ما هو على اساس الاكثريه اللي حطت هاي اللغه. طيب انت منين جايب انه احصائياتهم 8 مليون حتى اكراد الدوله العثمانيه؟ خيو انا عم مهرتي بكره بيبين معكم قريبا. بس يطلع لي قاعد حدك يفكروا عربي يقول لك لا انا كردي، تتفاجئ وقتها. طيب وقتها بتتفاجئ يا خال انه انت عايش بمجتمع فيه 10 مليون مواطن كردي، 2 مليون نفذوا من التعريب. عم تهول هالامور هي كلها هي 2 مليون اخي وهدول اسمع مني وكب البحر، اسمع مني وكب البحر. التعريب وهدلاك عباره عن يطالبوا بلغتهم كلغة رسمية. يطالبوا بلغتهم كلغة رسمية ثانية. يا سيمون يا حبيبي، لا بدنا نطالب ولا عم نقول بدنا نتعلم ولا عم نقول بدنا شيء. بدنا طلب بسيط، ما بدنا نتعلم عربي بس. أنا من عندي في عندنا 8 مليون مواطن تم تعريبه، هذا راح ارجعهم كرد. يلا الله وإيدك خذونا بطريقكم. حبيبي القلب. كردنا معك خال. شلون؟ ابن عمتي كردنا معك. ليش؟ هيك كردنا. شو بدي فيك يا خال؟ بركي بتقول دعم. خال كل شيء بامكانك تبدل الا القوميه. كل شيء تبدل معك الا القوميه ما تبدل. ايوه ما تبدل. يعني بامكانك تصير مسيحي، بامكانك تصير يهودي، بامكانك تصير ملحد، بس ما بامكانك تصير غير عربي. هي معناتها شلون هذول اللي عم تحكي عنهم 8 مليون صاروا عرب؟ مين قال لك صاروا عرب؟ وهلا روح اسالهم بيقول لك احنا عرب. مين قال لك صاروا عرب؟ يعني هلا روح لعند واحد من بيت العتاسي من حمص اخي بيقولوا هذول كانوا اكراد. تعال اسالهم انتم. مين قال لك بيت العتاسي بيقولوا شو بيقولوا؟ بيقولوا عنهم انه كانوا اكراد بزماناته. العمى هي عيله كبيره، عيله كبيره اساس حمص هي ما؟ ايه تعال اسالهم هلا بيقولوا لك مين قال لك احنا عرب؟ شايف بلشتوا تفطنوا على مين هاي كردي وعربناه يابا. ايه يعني هلا راح يوافقوك يعني بهالموضوع هذا؟ خيو انا ماني طالب من حد يوافقني، انا عندي طرح عم مطرحه بس. يا خالي والله من 8 مليون ما حدا موافقك ولا كلمه. يا سيدي ايام بيناتنا. لك يا ابن عمتي مثل ما قلت لك والله العظيم ما بصير الحكي هذا خيو. انا بدي اروح انام بس بدي احكي الكلمتين هذين ارجع احكي لك اياهن. انت معروف بالمين ومين اصلك ومين فصلك ومعروفين اخيو من 2011 لهلا شو انجزت وشو كذا. واخوك قاسم استاذ قاسم اكبر دليل. لا تكون مطيه لا انفصالي ولا لفل. نصيحه لك منها. ليش بيت العتاسي انفصاليين؟
أشهد أن لا إله إلا هذا هيك عم يقولوا، هيك هن يقولوا إنه هدول أصلهم هيك. بس تسأل بيت الأساسي بيقول لك لا إحنا عرب الأصل. بيت الأتاسي انفصاليين، بيت البرازي انفصاليين. هلا هيك العالم بتقول عنهم انه بزمانه كانوا اكراد، بس هن بيسالهم بيقول لك لا نحن اصلنا عربي. هدول الجماعة ما بقول لك أصلا عربي، بقول لك نحن أساسنا كرد. ماشي؟ ما في كردي بقول لك أساسه عربي، بقول لك أساسي كردي بس ما بعرف أحكي كردي. غير رح أفيقكم كل يوم قريبا خال. بدي أشوف هالدولة لمين. طيب ايوه هلا وصلنا لمربط الفرس. طول بالك تا 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 هلا لقطتك. بدي أشوف هاي الدولة لمين. لشو هالحكي هذا؟ لصالح مين؟ لصالح السوريين. اي سوريين؟ تقول لي شايل هم السوريين على ولاد كتافك؟ بلدنا، ولاد بلدنا السوريين، الكردمان سوريين. صالح السوريين انه نعيش كلنا سوريين احباب واصحاب، ونعيش كلنا تحت دولة واحدة وتحت اخيو علم واحد تحت راية واحدة وبس. هذا صالح السوريين. وإلك ما إلك وإلك مثل ما إلي وإلي مثل ما إلك وبس. طيب أنا حكيت كلمة غير هذا اللي عم تحكيني أنت، بس في شغلة زيادة، ما بدي أتعلم عربي. يا أخي يا خلي ما حد جابرك. أنا معك كل اللي حكيته، بس ما بدي أتعلم عربي. طول بالك بس خليه حدد لي هذا مين هذا يول كان عوائل الجوية. لك يا أخي شو بدك بالعالم يا شباب؟ تعليقات عم يحكي معي، هذا شو بدك فيه؟ لك هذا الخرر عم يحكي معي، شو بدك فيه؟ اترك التعليقات، خلي بالك بالتعليقات، حكي لي إلي. كل اللي حكيته أنا على بياض، بس ما بدي أتعلم عربي. لك يا أخي لا تتعلم والله العظيم، قسم بالله العظيم بنكون ممنونينك، بنكون ممنونينك. ما تعلمت ما بتقدر تتوظف، بتوفر لنا شواغر. حلو؟ ما تعلمت ما بتقدر تصير اخيو بالمدارس، بتوفر لنا شواغر واساتذه. يا اخي بنكون خلص ممنونين. ممتاز، أنا عم أخدمك يا أخي، والله ما أخدمك. بس هذا مو مطلبون. لك يا أخي أنت شو بدك فيهم؟ أنا عم أحكي عنهم، طلع واحد لهون إلا ما قال لك هذا الحكي أنا بدي إياه. طلع حدا قال لك غير عم أحكي أنا. لك يا حول ولا قوة إلا بالله يا ابن عبد. أنت مين ليش عم تقول ما بتمثل؟ مطلب؟ شو عرفك لما مطلبه؟ أنت مين بتمثل؟ كرد سوريا كليته. بأي أنت مين صفة؟ بتمثل؟ أنت مين بتمثل؟ بأي صفة؟ بأي صفة؟ بصفتي صديقه. صفتي صديقه. وهن مفوضينك؟ إيه وين التواقيع؟ بجيب لك إياها، بس أنت مين بتمثل؟ أنا ما بمثل، أنا عم أحكي رأيي الشخصي. إيه خلص معناتها رأيك الشخصي يحترم. أنا عم أحكي رأيي الشخصي. أنا من إنسان أخيو من الذين عانوا من النظام خلال هالفترة هاي. شايف من اللي قمنا أخيو كان بس يصير عندكم راس نحكي معه، بس يصير عندكم راس يحكي معه بعدين بتشوف